السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحين بنسوي راحة الحلقوم. المقادير كتبتها قبل شوي، وإن شاء الله الحين بنخلط المواد. حطينا السكر كوبين النص وفوقه النشا، وبنخلط فوقهم الماء الحين، وبنحركهم عشان يذوبون مع بعض. يذوبون مع بعض نحركهم، والحين إن شاء الله بنضيف عليهم أيضا الليمون معلقة، وباكيت من ترتار. طبعا إذا ما عندنا ترتار ممكن نستخدم مستكة، وإذا ما عندنا مستكة ممكن ماي ورد أو هيل، هي منكه ترى. جميع ما سبق كله مو على النار، بارد. الحين بننقله على النار ونبتدي نشتغل هناك إن شاء الله. حركة خفيف عشان لا يلصق النشا أو أي شيء في الجذر، ويحسن يكون تيفال. عيب الحلقوم ياخذ وقت بس. طبعا المرحلة الرئيسية ما بدت للآن، هاي مجرد تحضير. احنا نبغى يصل إلى سمك غليظ، وبنبتدي نحسب تقريبا بعد 5 دقائق. وصلنا لهالمزيج. الحين نبدأ العملية الحسابية، تحتاج إلى 40 دقيقة تحريك. الحلقوم سهل جدا مؤدى مثل ما شفتوا، لكن مشكلته انه ياخذ جهد بدني في عملية التحريك. 40 دقيقة بهالطريقة. بعد نص ساعة تقريبا من التحريك راح استخدم الفستق، طبعا محمس، انا افضل دائما محمس. نحط الفستق وايضا البندق او اي مكسرات الواحد يحبها. نتم نحركهم في الخليط. الان انا ما حطيته قبل لانه ما ابغى يثقل علي في التحريك. طبعا مثل ما قلت لكم انا احب الفستق المحمص او اي نوع من المكسرات تكون محمصه، يوم تتحمص تطلع منها الرطوبه لو كان فيها رطوبه وريحتها تفوح. الحين انفردت، راح عشان نكمل تحتها ورق زبده او نايلون، وايضا بحط فوقها عشان يساعدني في الفرد. هاي فردناها شكلها طبعا شيت، ونخليها تاخذ ساعتين عشان تبرد. الحمد لله ماسكه متساويه تقريبا، شكلها مغري، وان شاء الله بعد طعمها بيكون لذيذ ومغري. طبعا تاخذ 2 إلى 3، مو مشكله لو زاد الوقت. التكنيك مال التقصيص واستخدام النشا والسكر ان شاء الله المطحون حتى تزيينها ان شاء الله. بس بعد هذا سمكه تقريبا، ممكن تزيدون ممكن تنقصون، كل حد على حسب خبرته وفنه. طبعا راحة الحلقوم تسوى من فترة قبل لا تقدم، يعني أقل شيء قبل لا تقدمها تحتاج إلى 2 إلى 3، يكون طعمها أفضل وأحلى. سويناها الحين عشان في العيد نقدر نقدمها، تكون في مدة كافية، تكون أخذت راحتها. فعلا هي راحة. الحين بنخلط البيض ويا السكر ان شاء الله لمدة 3 دقائق لين ما طلع لنا كريمة حلوة. خلصنا 3 دقائق طلعنا بهالكريم الجميل. الحين ان شاء الله بنحطه في القالب ان شاء الله. بنحط الحليب وبعدين بنخلطه بهدوء تام ان شاء الله عشان نبقي الهواء الموجود. الطحين تدريجي شوي شوي نفس طريقة الخلط إن شاء الله. نضيف البيكنج باودر أيضا، وإن شاء الله بعد شوي أيضا الفانيليا لأن في بيض. جاهزة. وهذا القالب مال الرايس كوكر مستخدمه. أنا حطيت ورق زبدة تحت، وراح أرش الأطراف بالزبدة، رش الأطراف بالزبدة عشان ما تلصق. طبعا قلت لكم ورق الزبدة إن شاء الله ما تلصق نهائيا. نحطها ونصبها إن شاء الله. هاي
الكيكة ونحطها في الرايس كوكر ان شاء الله. طبعا هاي الحين نخليها دورة كأنها دورة كاملة على الكوك لما تسخن تبي وأجين مرة ثانية بعد نسويها ان شاء الله. الحين عدنا من جديد، والحين بعد 45 دقيقة تقريبا هذه هي، وإن شاء الله نشوف نطلعها من الرايس كوكر. الميزة في الرايس كوكر تحطها وتنساها خلاص، 45 دقيقة وانسى وروح. هذا الجدر وهاي الزبدة، ورق الزبدة ما لزقت بس منتدعة شوي، بنشيلها الآن. شلينا الحراق البسيط، هذا الحراق، والحين إن شاء الله بنزينها طبقة من الكرز وبعدين نخبر. واضح عندكم أنا قلبت الكيكة، أنا بزينها شي السمك هذا. الحين بستخدم معاها الكرز. شكلها هاي جربوها، ممكن طبعا تحطون أي كريم وممكن بدون بعد. هاي ممكن تحطون معاها أي نوع، وممكن تقدمونها بدون أي شيء، نوتيلا غيره، كل حد على حسب رغبته. جربوها خبرونا. عليكم بنعد طبقين سريعين جدا، واحد من المطبخ الصيني والثاني من المطبخ المكسيكي. سريعين جدا. هذا بنبتدي احنا بالمطبخ الصيني لأن تحضيره سهل جدا ما يحتاج، اللي هو الدياي بالسمسم وراويكم الموضوع. البيضات، بياض البيض فقط، نزلنا الصفار وبنحط فيهم كوب نشا أو على قد الكمية وبنخلطهم مع بعض. ما خلطنا النشا مع البيض بنحط الدياي كله فيه. طبعا مقدار دياية ونص فقط من الصدر، صدر ونص من الدياية فقط بدون عظم، ونقطعهم بهالطريقة. والآن نحطهم في الخلطة ونخلطهم. كذي ونصف الدياي تاوى. طبعا نقليهم بسرعة هم يستوون ترى. الطبقة اللي فيها البيض والنشا مستوية بهالطريقة طبعا. خلطة من الصويا والعسل والسمسم. هذا تقريبا الدياي مقلى ويا الزبدة، وبحط عليه الخليط الآن وبطفي النار. طبعا ما أحتاج النار. هذا طفينا النار وحطيناه. لازم ضروري نطفي النار لأن جاهز، باقي نحطه في طبق التقديم وناكله. هذا في ناس تاكله العيش، ناس تحب تاكله بروحه، كل واحد على حسب رغبته. يستغرق حتى 20 دقيقة، أقل من 20 دقيقة، بس أنا عشان التصوير أخذ وياي وقت شوي، ولا أقل من 20 دقيقة. الطبق الثاني مثل ما قلت لكم مكسيكي إن شاء الله، وراح بعد نقطع الدياي له شرايح وصغار عشان بعدين نحطه في الدياي. قطعته صغار، أنا أبغاه صغار، وبخلطه بباربيكا، فلفل حار في كشميري، فلفل أسود، فلفل أبيض، وملح مطحون، وأيضا البصل المطحون. خلطة جاهزة الحين هذا، وهني مجهز فلفل أخضر حلو، وبصل، نص بصل، نص هاي ونص هاي. زيت مع الزبدة بنحط فيهم الدياي ياخذ تحميره، وبنحط ياخذ وضعه وتحميرته سريع على فكرة، لأنه مقطع صغار فبسرعة بينضج. ملاحظة يعني أنا قطعت البصل صغار حطاته لأن أبغى أحطه بعدين في السندويتش مع طبعا مع الخلطة. ياخذ وضعه وريحته طيبة جدا. الحين بنحط عليه بعد شوية الفلفل والبصل.
حطينا هذا البصل والفلفل الأخضر، نضعهم شوي يتجانسون، وبعدين تكون طبختنا جاهزة إن شاء الله. طبخة هاي خلصت، بنشيلها الحين وبنسوي فيها سندويش برويكم وياه إن شاء الله. الخبز المكسيكي أو تورتيلا، وبدهنه هني بالزبدة وزيت الزيتون مع بعض ممزوجين، وبدهنه فيه عشان يلين الخبزة. بنحط على الشواية الخبزة وبنحط عليها خلطة الآن رشها، نحط الخبزة الثانية فوقه وبنسكر عليه شوي لما تسخن تاخذ الهوية إن شاء الله. طبعا نشيل الخبزة نحاول نقلبها إن شاء الله، بس ما أقدر بيد واحدة، وإن شاء الله برويكم وجه ثاني بنسخنها بعدين بنقطعها. الحين بنقطعها إن شاء الله على 4 قطع. في ناس ممكن تحط فيها جبنة إذا تحب، أنا مشيتها بالطريقة التقليدية. كافينا سمن. هاي الثانية بس سويتها بطريقة ثانية لأن شفت الخبز هني يفرط، فيمكن مع هاي أفضل. ها تم التقطيع، هذا لهم من داخل. بصراحة الطعم خرافي خرافي.